السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كي يدخلكم هاد لا فيديو تكونوا كامل صحاح ومهنيين يا رب. وكما كتشوفوا جيتكم بهاد لا فيديو، نتمنى ان شاء الله نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم ونفيدكم به يا رب. واللي راهي حيرة واش دير فطور ولا واش دير العشاء، وحيرة واش دير قهوة العصر، نجي نحي لكم الحيرة ديالكم. يلا كملوا لافين تاع لا فيديو. وقبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والتسليم. وكما كتشوفوا بديت لكم في بداية لا فيديو راني شاركت معكم لاتاي تاع الصباح اللي كانت بنتي ناضت وخبزت لنا الفطير. وخيتي دوك نرجعوا لفطوري، اني حنشاركوا معكم واني جيتكم بهذه الوصفه خفيفه وليه اللي توجدوها وفي هذه السخانه. هذا واش يليق خياتي، نحوزوا غير الحاجه الخفيفه وبارده. كما راكم شفتوني اني درت كيلو ورطل تاع بطاطا رقيقه اللي كنت غسلته مليح ودرتها تغلي بقشورها. من بعد ما طابت لي اني قشرت هذيك البطاطا واني قطعتها رقيقه كما راكم تشوفوا هكذايا تيك. وبعدها اني ضفت عليها حبيبه تاع طوماطيش اللي كنت قطعتها كذلك رقيقه، حبيبه نتاع خيار اللي كنت قطعتها ابتيدي كذلك، وغليت حبيبات نتاع البيض اللي ثانيا قطعتهم رقيق هذاك البيض. وخيتي لا غارنيتور لهنايا واش كان عندكم ديروا الجود بالموجود. عندكم كورنيشو، عندكم نقولوا لي عليه زيتون دي نوايوتي، واش كان عندكم خياتي ديروا. انا هذا واش كان عندي طوماطيش وخيار والبيض راني غليته وقطعتكم كما راكم تشوفوا. اني درت لهنا تاني زيتون عفوا معدنوس قطعته رقيق. وهاني درت لا فينيغريت واش راني درت فيها، درت فيها خل والملح والزيت شويه نتاع لا موتارد وسنينه تاع الثوم اللي كنت ربيتها وخلطتهم كامل مع بعضهم. ولهنا خياتي اللي حب يدير طون نتاع الزيت يديروا معاهم يخلطوا، واللي ما يحبوش كيما انايا يديروا غير من الفوق كيما راني درتو. شوفوا راني درت هذيك الخضره كامل درتها في صحن التقديم. راني درت الطون من الفوق لولادي، يعني انا ما قلت لكم ما نحبش الطون، راني حطيته غير في الوسط من الفوق. غلي تاني حبيبه تاع البيض قسمت الحبه اون دو وهاني حطيتها. وكذلك تحبوا تزيدوا كورنيشو قلت لكم تشبحوا به ثاني من الفوق. لهنايا انا واش كان عندي غير حبيبه تاع زيتون خضر، هذا واش كان عندي ماشي بزاف، وقيله 4 ولا 5 فيولي. هذا واش كاين تحبوا ديروا زيتون لك حل واش كان عندكم. قلت لكم الجود بالموجود خياتي. لهنا واش كان عندك في فريجيدار ديري حبيبتي. هاي لكم لهنايا. وبعد ما كملت كامل هاني زينتها بلا مايونيز من الفوق. ولا هنايا لا مايونيز اللي حب يديرها كذلك معاهم خلط مع ديك الخضره لا مايونيز يديرها، اللي ما يحبهاش كيما انا نحبها غير شويه ما نحبهاش بزاف. هاني زينت بها غير من الفوق. وهذه هي خياتي الوصفه تاع نهار اليوم. هذه هي وهذا ما كان. ومع كويس تاع كازوز ربي ورحمته واللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال خياتي. واللي عجبتها الوصفة ما تنساش تشاركها وتخلي لي في التعليقات، واللي شاهدها ان شاء الله نشاهيها في الجنة يا ربي. من جهة واحدة أخرى أنا رايحة نشارك معكم واش درت قهوة العصر. أني درت معارك خياتي ولا مسمن ولا كل واحد واش يقول له في المنطقة ديالو. هاني درت هذا المحارك اللي راه رايح يجي بسم الله ما شاء الله. يلا تبعوا الخطوات خطوه بخطوه وراح يجيكم ما شاء الله. لهنا واش راني درت في جفينه. اني درت كيلو تاع سميد رطب. على بالي تسقسوني تقولوا لي واش من نوعيه درتيها. انا درت عمور. درت عليه 2 مغارف بيان بومبي نتاع الفارينه. وضروري نغربلو السميد ونغربلو الفارينه. اني ضفت عليهم مغرفه نتاع السكر اللي راح يمدنا هذيك التحميره. وبيان سور الملح حسب كميه تاع السميد. وباكي نتاع ليفور شيميك اللي راح تورق لنا العجينه. نخلطوا النواشف مع بعض. بعدها نشمخوا غير بالماء شويه بشويه، ما نديروش الماء على مره، نديرو شويه بشويه باه العجينه ما نديروهاش طريه بزاف، نحاولوا باش نخلوها ناشفه. هاي لكم. والماء احسن الماء ديروه شويه يكون دافي، يعني ماشي سخون، يكون دافي برك. ولموا العجينه. وهاي لكم قوام العجينه خياتي نخلوها شويه يابسه.
بعدها نجيبو ساشي نشمخوه بالماء السخون ونعصروه ونديرو فيه هذيك العجينة ونخلوها تريح من نص ساعة حتى ساعة. شوفوا قد ما تعطوها حقها في الراحة قد ما حيجيكم هذا المعارك شباب. وللأمانة لهنا أنني درته مع الصباح مع شغلي ومع فطوري، واني نروح ونعاود نولي ليه نعركو. من بعد ما ريحت لي هذيك العجينة هاني رجعت لي هاني نعرك فيها باليدية بالماء غير شوية، ما كثرش بزاف، قسم نشمخو يدينا ونعركوها كما راكم تشوفوا. بالهنا حبيبتي اللي راهي زحفانه ومقلقه وحبت تخرج زعافها وما لقاتش وين تخرجوا في هذه العجينه لهنايا تعرك وتعاود. هاي لكم لانني نقصر معكم خياتي برك. قلت لكم نعركوها وبعدها نزيدو نشمخو هذاك الساشي نديرو فيه العجينه ونزيدو نخلوها تريح من نص ساعه حتى للساعه ولا ربع ساعه، غير ربع ولا توما وش خليتوها. هاي لكم لهنا وهاني رجعت ليها المرة ثانية اني نشمخ غير في يديا ونعرك ندي ونجيب هكذا كما راكم تشوفوا. ولا هنا يا وليدي الشيف رحيم يموت على الكوزينة ويموت على الطياب، جاليا قال لي ماما خليني نعرك لك العجينة شوية. شوفوا اللي نديرها في الكوزينة يجي يدير يده ويقول لي ماما اني حاب نولي شيف. قلت له وليدي ان شاء الله اقرب باش تولي شيف. هاي لكم لهنا عركها لي. شوفوا واش نقول لكم، شوفوا كيف حتى درت نبابل. هاي لكم لهنايا وبعدها زدت شمخت هذاك الساشي وخليها تريح شويه. من بعد نجيب سنيوه اللي راني رايحه نقرص فيها ديك العجينه، نوجدها ندهنها بشويه زيت ونحطها. وهاني رجعت للعجينه للمره الثالثه خياتي. هاي لكم نعاود نلمها غير شويه برك هذا ما كان. هاي لكم شوفوا نديها ونجيبها غير شويه نلمها قسمه تتلم لي. هاي ليك وشوفوا كيفاش جات لي ديك العجينه، جات رطبه، جات ما شاء الله. شوفوا النبابل اللي راهم فيها تلمو راهي معروكه مليح هاد العجينه. قلت لكم اني وجدت سنيوه لهنا واني جبت بول درت فيه شويه تاع زيت. شوفوا كيفاش نوري لكم في هذوك النبابل. شوفوا كيفاش جات، ما نعرف لهم يبانوا لكم مليح ولا لا يعني والله غير جات هذيك العجينه الله يبارك. بعدا قلت لكم ندير شويه زيت في يدي ونقرص العجينه. شوفوا لهنا اللي يحبهم الحبه كبيره يديرها كبيره واللي يحبها صغيره يديرها صغيره، وكما انايا نحب الحبه موين هاني درتها موين قرصتها موين خياتي. من بعد ما كملت درتهم كامل في السنيوه هاني ندهن هذيك العجينه من الفوق باش ما تنشفناش ونغطيوها بالساشي. وللامانه خياتي الكيلو تاع السميد هذا قطع لي 24 حبه. خليت هذيك العجينه ريحت حوالي 5 دقائق لو طون اللي كنت ذوبت لا مارغارين مع شويه نتاع الزيت. واللي ما يحبش يدير لا مارغارين يدير غير الزيت فقط، واللي يحب يدير زيت زيتون وزيت كذلك يدير زيت الزيتون وزيت خياتي. ولا هنا راني ذوبتهم غير في الميكرووند. بعدا رجعت للعجينه نعاود نولي للحبه الاولانيه اللي قرصتها. هاني لقيتها ريحه ما شاء الله. هاني نفتح فيها فوق لو بلان دو ترافاي لو بلان دو ترافاي عفوا كما راكم تشوفوا هكذاياتيك. وندير هذاك لا مارغارين مع الزيت في الوسط ونطويها. شوفوا في كل طويه نديروا لا مارغارين ولا الزيت ونخلو ديك الحبه تريح ونزيدو نفتحوا حبه واحده اخرى كما راكم تشوفوا هكذاياتيك. ونزيدو قلت لكم نطويها ونكرروا نفس العمليه اللي درناها في الحبه الاولى. بعد ما كملت الحبه الثانيه نعاود نرجع للحبه الاولى اللي لقيتها ريحت شويه. اني فتحتها غير شويه ماشي بزاف، اصلا هي راهي رقيقه وراهي مفتوحه رقيقه. في الطاجين ندير شويه نتاع لا مارغارين كذلك، وندير هذيك الحبه تاع المعارك ولا المسمن الطيب. وبعد ما نقلبوها نزيدو نديروا لها ثاني شويه نتاع لا مارغارين. وشوفوا كيف جات لي هذيك التحميره، جات بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي كيف جات محمره وجا مورق الله يبارك خياتي. هاي لكم هاني نضيف الحبه الثانيه. شوفوا لي كيفاش نديروها في الطاجين، وكي نديروها في الطاجين نفتحوها كذلك ونسويوها في الطاجين نسقموها. وشوفوا كيفاش جا قلت لكم جا بسم الله ما شاء الله هكذا حتى كملت كامل الكميه تاع المعارك اللي كانت عندي. وهاو لكم لهنا شوفوا كيفاش جا خياتي. اني رايحه نقسم معكم حبه.
هاي ليكم شوفوا كيف جات مرقه لداخل، وجا كما يقولوا ناس زمان يقول لك جا مشنتر. راني قدمته لهنايا بالمعجون تاع لافخيز، وباذن الله الفيديو الجاي راني حنشارك معكم لا كونفيتور نتاع لافخيز، وكذلك حنشارك معكم جو تاع لافخيز اللي كانت الاخت ام انفال اللي طلبت مني جو نتاع لافخيز. استناني حبيبتي الفيديو الجاي باذن الله راني راح نشارك معكم. وهاي لكم لنا. ومن بعد ما شربنا قهوتنا مور العصر خياتي، كان المسيو قال لي ايا واش ديروا حك نروحوا لعند اختي، عندي مازال عندي بزاف ما شتهاش، نروحوا نضربوا دارها لعندها ونشوفوها. ايا واش تروحي ليه. ورحت لعند لوستي اللي كنا عندنا بزاف ما رحناش ليها، رحنا طلينا عليها. شوفوا واش لقيتها موجده، كان دارت هذا خبزه تاع المسكوتشو لوليداتها. قالتنا بون احنا كنا شربنا لاتاي بصح قالتنا انا مازال ما شربتش قهوتي ولا غير تشربوها معايا. قلت لكم لقيتها موجده هاد الخبزه تاع المسكوتشو لوليداتها. كانت تاني كي رحنا حنا كانت شرات باتيسري، قلت لها ما تكلفيش روحك، قالت لك لا لا انتم عزاز عليا ولا غير شريته. هاليكم لهنا قلت لكم. ورحنا شفنا لوستي وشربنا قهوه معاها وقصرنا وعاودنا ورجعنا للدار. ونقولها ان شاء الله ان شاء الله تكوني دايما صحيحه ومهنيه انتيا ووليداتك، وان شاء الله كل من نسمع لك غير الخير يا رب. ان شاء الله ربي يطول لي في عمرها يا ربي. وهذه هي خياتي لا فيديو تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم.